هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاكيتنا الصغيرين، طلبة أولى ثانوي، رجالتنا وبناتنا الشطار، أهلا وسهلا بيكم. أنا هير خالد الشراوي، مدرس اللغة الألمانية للثانوية العامة. إن شاء الله يا شباب النهاردة هيكون أول فيديو لينا في شرح كورس الترم الأول في اللغة الألمانية. وإحنا عارفين إن أنتوا لسه أول مرة تاخدوا ألماني، فعايزك تسمعني دقيقتين قبل ما نبدأ محاضرتنا بإذن الله. زي ما احنا عارفين ان الكورس بتاعنا هيكون عبارة عن 8 محاضرات، يعني الترم كله هيكون عبارة عن 8 محاضرات، وهنبدأ في المنهج بشكل مباشر بإذن الله. بس في حاجات معينة أنا عايز من الطالب بتاعي المحترم يعملها قبل ما يبدأ في المنهج. يا شباب في أساسيات لازم تعرفوها. يعني أنا دلوقتي هبدأ أتكلم على شرح في المنهج، بس قبل ما أتكلم على شرح المنهج المفروض تكون أنت عارف الألفابت اللي هي الحروف، وعارف ازاي تنطق الكلمات بالالماني وتقراها بشكل سليم. فعشان كده احنا محضرين لك فيديو هتلاقيه موجود بشكل مجانا، ملوش علاقه بالكورس نهائي. فيديو صغير جدا عباره عن نص ساعه، هينزل لك على اليوتيوب، قناه اليوتيوب بتاعه منصه سحابه. الفيديو ده عباره عن ازاي اعرف الحروف بالالماني، وازاي انطق الالماني واقراه بشكل سليم. بعد ما تتفرج على الفيديو ده هيجي معاك دور محاضرتنا الأولى تاني. يعني انت ما ينفعش تتفرج على المحاضرة دي قبل ما تتفرج على الفيديو بتاع التأسيس، اللي هو بالنسبة لك هيكون ازاي تعرف الألفابت اللي هي الحروف، وازاي تنطق وتقرأ الألماني بشكل سليم بإذن الله. هتلاقي الفيديو بسيط في شغل محترم وجميل وهيعجبك إن شاء الله. النهاردة محاضرتنا احنا هنبدأ نتكلم على ليكتسيون اينس. كلمة ليكتسيون اينس يعني الدرس الأول بتاعنا في المنهج. الدرس الأول بتاعنا في المنهج احنا مقسمينه لأربع محاضرات بإذن الله. كل محاضرة فيهم هتمشي كالآتي. هنبدأ أول حاجة جزئية بحاجة اسمها فورت شوتس. يا جماعة كلمة فورت شوتس يعني الكلمات. كلمة فور شوتس يعني ايه؟ الكلمات. طيب بعد ما ناخد الكلمات بنشرح اجزاء جراماتيك اللي هي الجرامر بسيطة، وبنحل عليها سوا، وبناخد واجب صغير وبنطبق عليه في البيت، وبننزل لك حل الواجب. مفيش ابسط واجمل من كده. تمام؟ كل المطلوب من حضرتك تسمع المحاضرة، تشوف انا بقول ايه، وتركز معايا وتعمل زي ما انا بعمل، هتلاقي نفسك بقيت زي الفل وتمام. فعايزك كده يا صديقي تصلي على النبي وتجهز معايا كوباية قهوة او كوباية نسكافيه وورقة وقلم عشان نركز مع بعض في أول محاضرة لينا في محتوى الكورس الأول من اللغة الألمانية. يلا يا صديقي لوس جيتس. استنى إيه؟ أكيد قلت يعني إيه لوس جيتس صح؟ يعني يلا بينا. يلا بينا. صلي على النبي يا صديقي وتعالى مع بعض نبدأ في أول محاضرة من منهجنا بإذن الله. ومحاضرة هتكون بسيطة ولذيذة، بس ركز معايا. احنا زي ما عرفنا في المقدمة ان انا قلت لك ان المنهج بتاعنا عبارة عن درسين، ليكسيون 1 وليكسيون 2. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك ان كلمة ليكسيون 1 بتتكتب كده، والمفروض انت تعرف تنطقها لوحدك لو انت اتفرجت على المحاضرة بتاعة النطق. يبقى ليكسيون 1 يعني الدرس الأول. طيب بيتكلم عن ايه الدرس الأول ده؟ بيتكلم عن حاجة مهمة جدا هناخدها دلوقتي اسمها جوتن. ايوه زي ما انت بتنطق كده تاج. اسمها ايه؟ جوتن تاج. وكلمة جوتن تاج معناها نهارك سعيد، وهنقولها كمان شوية. او بيتكلم عن حاجة تانية مهمة جدا، او تعبير مهم جدا اسمه ماين نامه. ماين نامه ist. طيب يعني ايه ماين نام است؟ يعني اسمي كذا. ماين نام است خالد، ماين نام است احمد، ماين نام است مريم، ماين نام است محمد. يبقى انا لو عايز اعبر عن اسمي بقول ماين نام است. اللي عايز اوصله لك ان احنا في الدرس الاول بتاعنا دوت عايزين ازاي نعرفك تعرف نفسك بكل بساطة في الألماني، وكمان ازاي تشكر حد، ازاي تعتذر لحد، ازاي تصبح على حد، ازاي مثلا تودع حد. دي كلها تعبيرات مهمة جدا 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 عندنا. فمحتوى الدرس الأول اللي هنقسمه على 4 محاضرات هو لذيذ وخفيف، محتاج بس طالب بيفهم الدنيا ماشية ازاي. فصلي على النبي ونبدأ مع بعض بأول جزئية هنشتغل عليها، وهي الفور شوتس. هنشتغل على ايه؟ على الفور شوتس. فور شوتس يعني ايه؟ يعني الكلمات. دلوقتي هناخد كلمات المفروض نحفظها. يلا بينا نشوف الكلمات دي. يلا يا صديقي، يلا يا اخويا، يلا يا اختي، يلا يا حبايب قلبي، نبدأ مع بعض نشتغل على اول جزئية في المحاضرة بتاعتنا، وهي حاجة اسمها فور
شاتس. كلمة فور شاتس يعني الكلمات. هنبدأ نقول الكلمات اللي عندنا، هناخدها بشكل مبسط. عايزك تسمعني وانا بنطق كل كلمة عشان تعرف تقولها زيي وتحفظها. طيب أول حاجة هنبدأ نحفظها في الكلمات ونركز عليها هي كلمة اسمها بيج غوسونج. بيج غوسونج اسمها ايه؟ بيج غوسونج. بيج غوسونج يعني التحية. عايز اتعلم ازاي احيي حد باللغة الألمانية. طيب أول حاجة هنبدأ بحاجة بسيطة جدا معتادة اسمها جوتن مورجن. جوتن مورجن، قول معايا جوتن مورجن. تاني يعني ايه؟ صباح الخير. جوتن مورجن. بعد كده عندنا حاجة اسمها جوتن تاج. جوتن تاج. جوتن تاج يعني نهارك سعيد. يبقى جوتن مورجن صباح الخير، جوتن تاج نهارك سعيد. وعندنا تعبير تاني مهم اسمه جوتن ابند. جوتن ابند. جوتن ابند يعني مساء الخير. كم تعبير دول يا جماعه؟ 3 تعبيرات احنا بنستخدمهم في يومنا بشكل طبيعي. اول حاجه جوتن مورجن. جوتن مورجن. جوتن مورجن. جوتن تاج. جوتن تاج. جوتن تاج. جوتن ابند. جوتن ابند. جوتن ابند صباح الخير، نهارك سعيد، مساء الخير. قبل ما اكمل معاك باقي الكلمات عايز اقول لك ملحوظه. هتقول لي ايه هي الملحوظه؟ هقول لك ال3 تحيات اللي انا اتكلمت عنهم دلوقتي هم مقيدين بمواقيت ومواعيد. هتقول لي يعني ايه؟ بص هتلاقيني كاتب لك جنب كلمه جوتن مورجن من 6 ل 11. هتقول لي يعني ايه؟ يعني لو انت قابلت حد او شفت حد من الساعه 6 الصبح لحد تقريبا الساعه 11 قبل الظهر بتقول له جوتن مورجن. طيب لو قابلت حد من بعد الساعة 11 لحد حاجة اسمها الساعة 18، هيبقى واحد سألني هو يعني ايه الساعة 18 يا هير؟ قال له واحد بيسأل نفسه اصلا يعني ايه هير؟ يعني زي مستر يا صديقي. انت بعد كده تقول لي ايه؟ هير. طيب لو جيت دلوقتي بقول لك من الساعة 11 للساعة 18 بنقول تعبير اسمه جوتن تاج. جوتن تاج. جوتن تاج يعني نهارك سعيد. طيب انا دلوقتي يعني ايه الساعة 18 يا جماعة؟ احنا المفروض اصلا الساعة لما بتوصل ل 12 بنكمل عد. احنا في الطبيعي اول ما بتوصل ل 12 بنقول 1 2 3. المفروض لو انت فاهم هتقول لي ايه؟ 12 بعدها 13. 13 دي مقصود بيها الساعة 1 بس. 1 ايه؟ الظهر اللي احنا بنسميها عندنا 1 مساء. طب 14 الساعة 2 مساء. طب 15 الساعة 3 مساء. طب 16 الساعة 4 مساء. طب 18 يعني الساعة 6 مساء. يعني لو انت عايز تعرف 18 مقصود بيها ايه شيل منها 12. شيل منها 12. واحد يقول لي طب ايه الفرق بين 18 والفرق بين 6 بالشكل اللي انت كاتبه؟ لحد الان انا عايزك تعرف ان انا لو جبت لك ان الساعة 6 اعرف ان احنا الصبح. الساعة لو جت رقم فوق ال 12 اعرف ان احنا مساء. يعني قبل ال 12 صباحا، بعد ال 12 مساء. من اول 11 لحد 18 بنقول حاجة اسمها جوتن تاج. يبقى من 6 ل 11 جوتن مورجن، من 11 ل 18 جوتن تاج. بعد كده هنيجي من اول 18 او من بعد الساعه 18 اللي احنا قلنا عليها 6 مساء بنستخدم التعبير المهم جدا 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 اللي اسمه جوتن ابند. جوتن ابند. جوتن ابند. جوتن ابند يعني ايه؟ يعني مساء الخير. بس هتلاحظ حاجه ان انا سايب لك الوقت مفتوح. جوتن ابند بنقولها من الساعه 18 الوقت مفتوح معانا شويه لحد ما نيجي ايه؟ ننام. يعني انا بفضل اقول من الساعه 6 مساء مساء الخير لحد ما اجي انام. ولما باجي انام بقول تعبير مهم جدا كلنا عارفين اللي هو تصبح على خير. هناخده كمان دقيقة تاني. من أول 18 لحد ما أجي أنام بقول جوتن أبند. ملحوظة بقى من أخوكوا لحبايبي إخواتي الصغيرين يا جماعة. أنا قلت من 18 لحد ما أجي أنام. هل الموضوع مفتوح قوي بالنسبة للألمان؟ هو المفروض لأ. هقول لك ليه. أغلبية الألمان عشان هم ناس عمليين قوي بيناموا في الوقت ما بين الساعة 22 ل 23. فهتلاقينا إحنا ما بنزيدش عن كده. واحد يقول لي يعني إيه الساعة 22؟ شيل 12 تبقى الساعة 10 بس مساء. طب يعني ايه الساعة 23؟ شيل 12 يبقى 11 يعني مساء. يعني بيناموا ما بين الساعة 10 ل 11 بالليل. اتفقنا؟ طيب دي معلومة مني ليكوا. طيب انا كده قلت لك 3 تعبيرات. خلي بالك من المواعيد دي عشان هيجي لك في الامتحان قدام شويه. هناخد حاجه اسمها سؤال مواقف. بيقول لك ايه؟ انت قابلت حد الساعه 8 الصبح. 8 الصبح دي ما بين 6 ل 11 يبقى اقول له جوتن مورجن. طيب اي رقم ما بين 11 ل 18 اقول ايه؟ جوتن تاج. طيب لو رقم من بعد ال 18 وانت طالع، من اول 18 وانت طالع هتقول جوتن ابن. طب لما اجي انام هقول ايه؟ دقيقه واحده وهتعرف يا صديقي. تعال نكمل باقي التحيات اللي عندنا. عندي تحيتين اي حد يعرف يقولهم. هالو.
هالو او هاي. هاي اهلا او مرحبا، اهلا او مرحبا. يبقى انا دلوقتي عندي تحيتين اي حد يعرف يقولهم اللي هم هالو، هالو او هاي، هاي. طيب نيجي بعد كده لتحيتين شبه بعض شويه. واحده اسمها جروس، جروس، جروس جوت، جروس جوت، جروس جوت، جروس جوت. يعني زي عندنا كده بالبلدي السلام عليكم، السلام عليكم. طيب او جروس ديش، جروس ديش، جروس جوت او جروس ديش. جروس ديش معناها طاب يومك، يعني يومك زي الفل وجميل. طيب بعد كده عندي كلمه مهمه جدا جدا جدا، ساعات بتجيلي في اختيارات وكمان ممكن تجيلي في امتحان الشهر، حاجه اسمها فيل كومن. اسمها ايه؟ فيل كومن، زي ويلكم، يعني اهلا وسهلا. بس في ملحوظه عايز اقولها عليها. ايه الملحوظه دي بقى؟ صلى على النبي. ساعات في الامتحان ان شاء الله قدام شويه، احنا لسه ما وصلناش لحاجه اسمها امتحان، احنا لسه بنبدا بالتحيه مع بعض. طيب ساعات في الامتحان يجيب لي كلمه اسمها فيل كومن، وفيل كومن انا عرفت فيل كومن يعني اهلا وسهلا. وفي كلمه انا جايبها بين قوسين قبلها يا جماعه، الكلمه دي اسمها هرتز. هرتز، هرتز، هرتز يعني قلب، القلب. هرتسليش، هرتسليش. عارف لما تقول لواحد اهلا وسهلا بس انت بتحبه، مبسوط انك شفته، بتحبه، بتقول له اهلا وسهلا من قلبك، يبقى هتقول له ايه؟ هارتسليش فيلكومن، هارتسليش فيلكومن. يبقى انا دلوقتي لو جالي في الامتحان كلمه فيلكومن وكتب لي قبلها نقط، بختار هارتسليش، 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 هارتسليش. كلمة هرتس يعني القلب، يبقى أهلا وسهلا من كل قلبي، بكل حب أو بكل ود. تمام. بعد كده عندي كلمة اسمها فغويت مش، فغويت مش معناها تشرفنا. لو انا لسه مقابل واحد بتعرف عليه بقول له ايه؟ فغويت مش، فغويت مش، فغويت مش. يعني ايه؟ يعني تشرفنا. انا كده خلصت معاك البيج غوسونج يعني التحيه. طيب خد بالك بقى، في كام تحيه هنا او في كام كلمه قلناهم هنا مقيدين بمواعيد؟ 3. طب باقي التحيات زي مثلا هالو، هاي، زي جروس جوت، جروس ديش، هل هم مقيدين بمواعيد؟ لا، بنقولهم في اي وقت في اليوم. انا بس لو ذكرت كلمه جوتن مورجن او جوتن تاغ او جوتن ابن، دول بس اللي بقول معاهم مواعيد. غير كده اي تحيه تانية بقولها في اي وقت في اليوم. وما تنساش ان كلمه فيلكومن بيجي قبلها كلمه مشهوره اسمها هرتسليش. هرتسليش بتعبر عن ان الحاجه دي من قلبك او انت بتحب الشخص ده، فانا بقول لك اهلا وسهلا بكل حب او بكل ود يعني من قلبي. بعد ما خلصنا التحيه مع بعض يا حبايب قلبي، هنبدا نتكلم دلوقتي على حاجه اسمها ابشيد. اسمها ايه؟ ابشيد يعني الوداع، يعني الوداع. واسهل كلمه واول كلمه بنودع بيها الناس هي اسمها تشوس. تشوس، تشوس. كلمة تشوس يعني باي أو سلام. ملحوظة كمان هقولها لك، عشان في ناس إيه هتلاقيهم بيكتبوا تشوس باتنين اس. هي ينفع تتكتب باس واحدة وباتنين اس عادي، والله الاتنين بيستخدموا في الألماني. تشوس اسمها إيه؟ تشوس اسمها إيه؟ تشوس معناها باي أو سلام. طيب اللي جاية دي معلومة مهمة، اسمها إيه؟ جوتن، جوتن، جوتن. طيب تعالى كده، هنا كان اسمها ايه؟ جوتن، جوتن، جوتن. اخرها ان. مع صباح الخير اخرها ان، مع نهارك سعيد اخرها ان، مع مساء الخير اخرها ان. انما لما تيجي تقول لحد تصبح على خير بتحذف الان، بتقول ايه؟ جوتن ناخت، جوتن ناخت، جوتن ناخت. حد اتفرج على فيلم نمر الاسود بتاع احمد زكي؟ فيلم قديم قوي اكيد ما تعرفوش انتوا. تمام. كان في المانيا وبيلعب بوكس والكلام ده. هتلاقي هيلجا، هيلجا هتحبوا هيلجا انتوا تتفرجوا عليه، بتقول له ايه؟ جوت ناخت، جوت ناخت محمد. طيب بعد كده هنقول جوت ناخت يعني تصبح على خير. عندي بقى الكلمه اللي جايه اسمها بيس بالد. بيس بالد برضو بنستخدمها في الوداع، كاني مثلا معايا حد وبقول له ايه؟ يلا سلام، انا هشوفك قريب، هشوفك قريب يعني هشوفك تاني. اسمها بيس بالد، بيسبالد، بيسبالد. واختها الثانيه اسمها بيس شبيتار، بيس شبيتار يعني اراك لاحقا. واحده اراك قريبا اشوفك قريب، واحده اشوفك بعدين. ايا كان حاجه من اللي هذكرها هنا يا جماعه دول اسمهم تعبيرات وداع، يعني كلهم بستخدمهم في الوداع. ايا كان التعبير اللي هستخدمه هينفع استخدمه في اي موقف. حتى كمان لما اجي اقول تصبح على خير دي حاجه سهله جدا وبتمشي للوداع. هو يعني ايه يا جماعه تصبح على خير؟ يعني انا قاعد مع اهلي او قاعد مع اصحابي وماشي هسيبهم وراح انام، بودعهم بقول لهم ايه؟ تصبح على خير. طيب انا دلوقتي عندي تعبيرين اولهم كلمه اسمها بس، بس بالت او بس شبيتر، اراك قريبا اشوفك قريب او اراك لاحقا. تعال لي على دول مهمين قوي، مهمين قوي، مهمين قوي. اول كلمه عندي انا ذاكر حاجه اسمها اوف.
auf 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 auf. طب حطيتها ليه بين قوسين؟ عشان ساعات يجيب لك الكلمه دي ويعمل لك قبلها نقط، فانت تختار ايه؟ auf. بص بقى auf wieder auf Wiedersehen auf Wiedersehen auf Wiedersehen. اختها اللي تحتها auf Wiederhören. تاني auf Wiedersehen auf Wiederhören. احفظ معايا بقى الالماني انت هتحبه قوي. auf Wiedersehen auf Wiederhören. طيب ايه الفرق بينهم؟ auf wieder sehen hören. الفرق في اخر كلمه صح؟ بص بقى لو انت استخدمت تعبير auf Wiedersehen معناه الى اللقاء، معناه الى اللقاء، يعني كاني بقول لحد باي او سلام، بس بشرط الحد ده اكون بتكلم معاه او انا شايفه، انما بتكلم معاه قدامي او انا شايفه. انما بقى لو انا بتكلم مع حد ده في التليفون عايز اقول له سلام، بس فين؟ في التليفون بشيل كلمه زين واحط مكانها كلمه اسمها هوغن، يبقى auf Wiedersehen الى اللقاء لو حد معايا احنا الاثنين مع بعض وهسيبه وامشي. انما لو هقول له في التليفون هقول له ايه؟ auf Wiederhören يعني مع السلامه او الى اللقاء تليفونيا. عرفت الفرق بينهم؟ واحده لما حد يكون معايا، واحده لما اكون بتكلم في التليفون. حتى كمان يا جماعه قدام شويه لما مستواكم يعلى هتعرف اصلا ان كلمه زين معناه يرى، يعني حاجه انا شايفها، وكلمه هيرن معناه يسمع، يعني حاجه بسمعها. فهتعرف اصلا ليه اخترنا هنا او فيدا زين لما حد اكون انا شايفه، واو فيدا هيرن لما حد بكون بسمعه، يعني بكلمه فين؟ في التليفون. لحد دلوقتي خلصنا مع بعض ايه؟ خلصنا التحيه وخلصنا الوداع. عايز اقول لك بقى اخر ملحوظه على الوداع. لاحظت ان كلمه تشوس ينفع نكتبها باس واحده واتنين اس معناها باي او سلام، وكلمه او فيدا زين برضه معناها الى اللقاء يا جماعه، وكلمه الى اللقاء يعني باي او سلام، يعني كل التعبيرات دي تنفع للوداع. بس في ملحوظه، في حاجه عندنا اسمها صيغه رسميه، يعني مثلا لو في خطاب رسمي او حاجه رسميه قدام هنعرف الكلام ده بنستخدم اكتر اسمها او فيدا زين او فيدا زين بنستخدمها في الصيغه الرسميه. طيب بعد كده اخر جزئيه معانا في الكلمات دلوقتي حاجه اسمها ausdrucke يعني تعبيرات. في شويه تعبيرات هناخدهم دلوقتي نتعلمهم مع بعض، هنستخدمهم في الالماني. اول تعبير يا جماعه، انا عندي 3 تعبيرات احنا هنستخدمهم مع بعض دلوقتي للشكر. ازاي نشكر حد؟ بص لو انا عايز اقول لحد شكرا بقول له ايه؟ دانكه، او بقول له دانكه شون يعني شكرا جزيلا. وفي تعبير ثالث اسمه فيلن دانك يبقى دانكه او دانكشن او فيلن دانك. 3 تعبيرات، شكرا او شكرا جزيلا، ينفع اشكر اي حد باي تعبير من ال3. تمام، طب زي الفل. طيب هو انا لو قلت حد شكرا بيقول لي ايه؟ بيقول لي عفوا. طب يعني ايه عفوا؟ اسمها bitte او ممكن نخليها bitte schön معناها العفو. يبقى 3 تعبيرات للشكر والرد عليهم 1. danke vielen Dank danke schön bitte schön. طيب دلوقتي هبدأ اتكلم معاك عن تعبيرات الاعتذار. لو انا قلت الواحد يؤسفني او انا اسف بقول له ايه؟ es tut mir leid. تاني كده es tut mir هتلاقي حرف الاغ اللي هو الار يا جماعه، يعني ما بننطقوش في الاخر. بقول ايه؟ es tut mir leid يعني يؤسفني او انا اسف. لو عايز اقول لحد معذره بحفظ الكلمه الكبيره دي معلش، اسمها Entschuldigung. ده تعبير اسمه جونج، تعبير اونج اللي في الاخر ده. Entschuldigung يعني معذرة. طب افرض حد سألني على حاجة وعايز اقول له ما اعرفش، بقول له ايه؟ Ich weiß es nicht. يعني ما اعرفش. تعبيرات مهمه ممكن تقولهم معايا؟ يلا قول معايا انت اللي هتقول. يلا danke schön vielen Dank bitte او bitte schön es tut mir leid. طيب Entschuldigung
Entschuldigung أو ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. وبكده يا صديقي خلصنا مع بعض أول جزئية في الكلمات في المحاضرة الأولى بإذن الله. هنبدأ مع بعض دلوقتي نتكلم على حاجة تانية تخص الجراماتيك اللي هو الجرامر اللي عندنا، وحاجة بسيطة نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي يا حبيب قلبي احنا هنتكلم مع بعض على حاجة جديدة. واحد يقول لي ايه؟ طب ما كده كده اي حاجة هتقولها جديدة صايع ياض. ايوه فعلا اي حاجة هقولها جديدة. بصوا يا جماعة، اول حاجة انا عايز اعلمها لك في الالماني هي حاجة اسمها بيرسونال برونومن، يعني الضمائر الشخصية. أنا عايز أعرفك الضمائر اللي في الألماني، بس عايز أقول لك ملحوظة، هشوف بقى أنت هتفهمني ولا لأ، وهشوفك شاطر ولا لأ. بصوا يا جماعة، أنا عندي ضمائر في الألماني زي أي ويو وي وزي اللي كانوا في الإنجليش، تمام؟ عندي ضمائر في الألماني. طيب أنا المفروض في بدايات المنهج بناخد كام ضمير؟ أنا عندي أصلا في الألماني 9. عندي في الألماني 9، المفروض بناخد منهم كام؟ 3. أنا بحب الطالب بتاعي يعرف الضمائر كلها مرة واحدة. ممكن أتقل عليك؟ هتقولي من أول محاضرة كده معلش، ما احنا هنعيدهم ونزيدهم لحد ما تحفظهم، أنا عايزك تحفظ كل الضمائر دلوقتي. هتقولي ليه؟ هقول لك عشان الكورس بتاعنا هو محدود، عبارة عن 8 محاضرات. 8 محاضرات دول احنا مضطرين نخلص المنهج فيهم بشكل بسيط، فبالتالي ممكن المحاضره وقتها تلاقي ساعه و10 دقائق، هي مش حاجه كبيره، بس برضو عايزك تركز معايا في ايه؟ في كل كلمه بقولها. طيب احنا اتفقنا مع بعض اني هتقل عليك شويه وهقول لك الضمائر، صح؟ طيب انا عندي كام ضمير في الالماني؟ قلت لك عندي 9. طب يعني ايه الضمائر؟ بيرسونال برونومن يعني الضمائر الشخصية. طيب أنا كاتب لك كل الضمائر في الجدول الصغير الجميل ده. هنبدأ مع بعض نمسك كل ضمير نحاول ننطقه ونقول معناه. طيب نحاول ننطقه ونقول معناه، وما تسألنيش ليه، يعني في حاجات قدام دلوقتي هتحصل ما تسألنيش عليها ليه. تمام؟ لحد دلوقتي احنا مطلوب مننا ايه؟ نحفظ الضمائر فقط بمعانيها. طيب نبدأ مع بعض، صلى على النبي. أول حاجة أنا هتكلم معاه على ضمير اسمه إيش. إيش يعني أنا. إيش يعني مش إيش ها، عشان عارف إيه؟ إيش لا، إيش دي لا مش ينفع، اسمها إيش يعني أنا. تاني ضمير عندي اسمه دو معناه أنت أو أنت، يعني المذكر والمؤنث. عايز أقول لك أنت هقول لك دو، عايز أقول لك أنت هقول لك دو. تالت ضمير عندي اسمه إير. معناه هو للمذكر. لو عايز أقول على حد هو بقول إيه؟ إير. طيب الضمير اللي جاي مهم قوي عشان جديد، حاجه مختلفه ما عندناش في العربي احنا الكلام ده، حاجه اسمها اس. ولو جيت ترجمناها اس معناها هو او هي للمحايد. هيطلع لي واحد يقول لي ايه هو؟ معلش انا اسف، انا عارف يعني ايه مذكر، كلنا عارفين مذكر، وكمان هناخد كمان شويه مؤنث وكلنا عارفين المؤنث. هو يعني ايه محايد؟ ممكن تسمعني لحظه واحده؟ صلى على النبي. ضمير اس هو ضمير المحايد، يعني بيستخدم بمعنى هو او هي للمحايد. طيب انا دلوقتي عايز افهم يعني ايه محايد عشان احس برضو ان انا فاهم الالماني واحس ان الدنيا بسيطه. بص، كلمه محايد يا جماعه هي كمعنى وكفهم هي حاجه مش موجوده عندنا في العربي عشان نفهمها. بمعنى ايه؟ احنا عندنا في العربي معروف ان في مذكر وفي مؤنث، بس ما عندناش حاجه في النص اسمها محايد. فلما اجي اقول لك الجمله دي ممكن تستوعبها وتفهمني. تقول لي ايه؟ المحايد هو ضمير اسمه اس. ضمير اسمه ايه؟ اس. ضمير الاس يستخدم للمحايد، والمحايد دي حاجه موجوده في اللغه الالمانيه ملهاش مقابل عندنا في العربي، فاحنا مش فاهمين معناها، احنا بنحفظها زي ما هي. ففي اي وقت من الاوقات والحصه اللي جايه اقول لك يعني ايه اس، تقول لي هو او هي للمحايد. هتلاقي في مدرسين تانيين يقول لك ايه؟ هو او هي لغير العاقل. تمام؟ يعني هي قصده ان هي بتيجي لحاجه غير عاقل. هي فعلا غالبا بتيجي لحاجات غير عاقل، بس ساعات بتيجي للعاقل. فملخص الموضوع يا جماعه، لما اجي اقول لكم يعني ايه اس، تقول لي ايه؟ ضمير اس معناه هو او هي للمحايد. معناه ايه؟ هو او هي للمحايد. طب يعني ايه محايد؟ دي حاجه موجوده في اللغه الالمانيه ملهاش مقابل عندنا في العربي عشان نفهمها، فبنحفظها زي ما هي. طب سؤال تاني، طب ليها استخدامات في المنهج؟ يعني في حاجات انا هستخدم معاها اس اللي هي اسمها محايد؟ انت كده تبقى انت طالب شاطر. ليه؟ انا عارف ان انا احفظها زي ما هي، بس فاهم امتى استخدمها، وانا هعرفك امتى تستخدمها. اتفقنا لحد الان. لما اجي اسالك يعني ايه اس، تقول لي هو او هي للمحايد وغالبا بيكون لغير العاقل.
طيب ايه تاني؟ المحايد يعني ايه؟ حاجه موجوده في اللغه الالمانيه ملهاش علاقه او ملهاش مقابل عندنا في العربي، فاحنا مش فاهمينها، حافظينها زي ما هي، بس قدام هنعرف امتى نستخدمها. طب طب فل فل. طيب بعد كده عندي مصيبه بص مصيبه، انا قلت لك هحفظك الضمائر مره واحده صح؟ قمت مفاجئك بقى. بص بقول لك ايه، عندي ضمير اسمه زي، وعندي ضمير اسمه زي، وعندي ضمير اسمه زي. فزي زي 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 زي. طيب انا دلوقتي مش فاهم. طيب انا قلت لك ايه؟ ما تناقشنيش، احفظ وهفهمك واحده واحده. طيب بص، زي موجود عندنا في الالماني كضمير 3 مرات، وكل ضمير فيهم ليه معنى، مع ان كلهم اسمهم زي، بس كل ضمير ليه معنى. يعني زي ليها كم معنى يا جماعه؟ ليها 3 معاني. طب انا بعرف معناها منين؟ بعرف معناها لما يقابلنا الجمل ان شاء الله، وهفهمك ده ازاي. انا بس كل اللي طالبه من الطالب الجميل بتاعي لما اجي اقول له انا عندي ضمير اسمه زي في الالماني، يقول لي اه في ضمير اسمه زي، ده متكرر كم مره؟ 3 مرات. طيب الاولى زي هي للمؤنث، يعني عايده على ايه؟ على مؤنث. طيب الثانيه اختها بالظبط، اسمها زي، معناها هم او هن، وعايده على ايه؟ على جمع. الثالثه الاس بتاعتها دايما كبيره كابيتال، احنا بنسميها في الالماني يا جماعه زي جروس. زي ايه؟ جروس. كلمه جروس يا جماعه يعني الحرف ايه؟ كابيتال. تاني، جروس يعني ايه؟ حرف كابيتال. فاحنا بنسميها زي جروس، بنسميها زي جروس. وساعات بنسميها صيغه الاحترام. واحد يقول لي يعني ايه صيغه الاحترام يا جماعه؟ يعني زي اللي الاس بتاعتها جروس، يعني الاس بتاعتها كبيره، يعني الاس بتاعتها كابيتال، دي بنستخدمها للاحترام. يعني لو عايز اكلم شخص باحترام بقول له حضرتك، اكلم واحده باحترام اقول لها حضرتك. طب عايز اكلم كذا حد باحترام اقول لهم ايه؟ حضراتكم. فزي جروس، زي جروس، كلمه جروس يعني الحرف بتاعها والاس بتاعتها كبيره دايما دايما دايما. الاس كبيره في اول جمله، في نص الجمله، في اخر الجمله، الاس بتاعتها جروس يعني كابيتال. طيب معناها ايه؟ تستخدم كصيغه احترام او صيغه رسميه. صيغه احترام او صيغه رسميه معناها ايه؟ حضرتك او حضرتك للمفرد، وحضراتكم للجمع. طيب بعد كده عندي ضمير اسمه فير، اسمه فير. فير فير معناه نحن، معناه نحن. وعندي ضمير اخير اسمه اير. اير بالله عليك ده اسمه اير. اير ده بالاي، انما ده بالاي. اير. اير معناه انتم. كم ضمير دول؟ 9. المفروض حفظتهم، المفروض حفظتهم. طب ما توريني كده، يلا معايا. انا يعني ايش، انا يعني ايش. طب انت يعني دو. طب انت يعني دو، عشان الدو معناها انت وانت. طب عايز اقول هو للمذكر، هو للمذكر اير، هو للمذكر اير. طب ضمير المحايد اسمه اس، حفظناه حفظناه. ضمير المحايد اسمه اس. احنا فاهمين ليه محايد؟ لا احنا حافظينه، وقدام هنعرف امتى نستخدمه. طب عندي كام زي؟ عندي كام زي؟ عندي 3 زي. ها عندي 3 زي، عندي 3 زي. طيب اول زي معناها هي للمؤنث، هي للمؤنث. وزي التانية معناها هم او هن للجمع، مع ان الاثنين نفس الشكل بس المعنى مختلف. السؤال الطبيعي لاي بني ادم بيسالوني في الدنيا افرق بينهم ازاي؟ اهدى عليا، اعرف لي بس ان في زي مؤنث وفي زي جمع، وفي زي جروس. جروس 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 يعني الاس بتاعتها كبيره كابيتال، بنستخدمها في حاله ايه؟ احترام. لو هكلم مفرد مذكر حضرتك، طب مؤنث حضرتك، طب بجمع حضراتكم. طب نحن يعني فير، نحن يعني فير. طب انتم يعني ايه، انتم يعني ايه. تاني بقى، انا يعني ايش، انت يعني دو. طب انت يعني دو. هو للمذكر ايه، هو للمذكر ايه. طب للمحايد اس، المحايد اس. طب عندي كام ضمير زي؟ عندي كام ضمير زي؟ 3 زي، 3 زي. هي للمؤنث زي، هم او هن للجمع زي. زي جروس، زي جروس تستخدم في صيغه ايه؟ صيغه رسميه او صيغه الاحترام، معناها حضرتك او حضرتك او حضراتكم. نحن يعني فير، نحن يعني فير. وانتم يعني ايه، انتم يعني ايه. دول كام ضمير؟ 9. المفروض انت كده شربتهم. طيب ال9 دول عايزين نلعب بعدها لعبه صغيره صغيره خالص، انا بختبرك بيها، انا بختبرك بيها. لو انت قدرت، بص بص اسمعني بقى، لو انت قدرت تحفظ الضمائر دي بعد الفيديو ده او في الفيديو ده، وقدرت تعرف المعلومه اللي هقولها لك كمان شويه، اقسم بالله انت ضمنت نص المنهج من اول محاضره. كل اللي جاي معتمد على الحاجات دي، كل اللي جاي معتمد على الحاجات دي. افهم بقى،
الجزء اللي انا هزوده لك دلوقتي انا بختبرك. تعالى اعتبر ان احنا بنجرب نلعب سوا. هنلعب سوا كده بشويه افكار في دماغي، انا عايز اطبقها، اشوفك انت هتفهمني ولا لا. جاهز؟ يلا بينا. بسم الله. بص يا صديقي، انا هجرب دلوقتي معاك بعض النقط كده كاختبار، والله كاختبار. بص لو انت حاسس نفسك الموضوع تقيل، لا خد الموضوع لذيذ، عشان الكلام ده هيتعاد تاني في المحاضرات الجايه، هيتعاد عادي جدا. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب انا هجرب اعمل معاك حاجه اسمها تعويض. افهمني انا كهير خالد بالنسبه لي يعني ايه تعويض. هقول لك يعني ايه. تعالى بس مثلا نتخيل ان جالي في جمله مكتوب مثلا عمر. مكتوب ايه؟ عمر. طيب تمام. مكتوب مثلا فاطمه. طيب تمام. ايه المطلوب مني انا كطالب، وانت يا هير خالد عايز مني ايه؟ طيب انا هسالك سؤال وانت تفكر معايا. مش احنا خدنا 9 ضمائر؟ اه. طيب في حاجات هتقابلنا واحنا بنحل قدام شويه، وانا بقولها دلوقتي عشان هتقابلنا قدام شويه، وممكن اختبرك عليها النهارده كمان. تمام؟ اشوفك انت فهمتها ووصلت ليه معايا، عشان اقدر احدد انت اللي قدام مستواك هيبقى عامل ازاي. طيب في حاجات هتقابلنا يا جماعه عباره عن اسماء اشخاص، عباره عن اسماء ايه؟ اشخاص، سواء مذكر او مؤنث او جمع، وهم هيعوزونا في الجمله، هيطلبوا مننا نعوض عنهم بضمير. طب ما تيجي نجرب ونفهم يعني ايه. يعني بص، لو انا جيت سالتك بالبلدي، هو عمر ده اسم ايه؟ هتقول لي عمر ده اسم، بسم الله كده، مذكر. طيب لو انت قاعد بتتفرج عليا عارف ان عمر مذكر، يبقى انت ما شاء الله عليك زي الفل. طيب عمر اسمه مذكر، اسم المذكر دوت لو انا عايز استخدم له ضمير، عندنا في الالماني كان في ضمير للمذكر. هتقول لي ضمير المذكر انا عارفه، اللي هو كان اسمه اير. طيب يبقى انت قصدك ايه؟ هي قصدي ان ممكن يجي لي جمل فيها اسماء اشخاص، انا اعوض عن كل شخص بضمير مناسب. بضمير ايه؟ مناسب. يعني ايه؟ يعني لو جالي اسم مذكر هعوض عنه بهو. طب هو للمذكر يعني ايه؟ يعني ايه؟ عرفت تعمل كده لوحدك؟ عرفت صح؟ لو انت عرفت يبقى انت تمام. طب تعرف تجرب معايا مع فاطمه؟ طيب تعالى كده. فاطمه. فاطمه اسم مؤنث، ما شاء الله عليك يا ابن، الله يحفظك، الله يحفظك ويكرمك يا رب. فاطمه اسم مؤنث، لو احنا هنعوض عنها بضمير فاطمه هنقول عليها هي. طيب هي دي هو في ضمير معناه خدناه هي للمؤنث؟ هتقول لي هي للمؤنث يعني زي. يعني انت قصدك ان المذكر عوضت عنه باير، والمؤنث هنعوض عنه بزي. واحد يقول لي طب ما انا عندي 3 زي، بس انت صايع وطالب شاطر، مش صايع اللي هو قليل الادب يعني، لا طالب محترم يعني بتعرف تفهم وتفكر. طيب انت فاهم ان زي هنا معناها ايه؟ هي الايه للمؤنث. انت ليه حددت ان هي مؤنث؟ عشان فاطمه اسم مؤنث بس. يبقى انا بعرف افرق بين زي مؤنث وزي جمع حسب الاسم اللي موجود. لو اسم مؤنث تبقى ايه؟ زي مؤنث. طب لو اسمين او 3 او 4 بنقول عليهم احنا ايه؟ بنقول عليهم جمع، هيبقى زي، بس برضه هنسميها زي ايه؟ زي الجمع. يعني نفس الزي للمؤنث ونفس الزي للجمع، بس المعنى اختلف. فانا اللي بحدد المعنى. انت يا صديقي المحترم يا شاطر يا جميل، انت اللي بتحدد المعنى حسب الشخص اللي قدامك. لو عندك مؤنث يبقى زي مؤنث، طب عندك اسمين او اكتر 3 4 5 يبقى اسمها زي جمع. تعال نجربها. بقول مثلا في جمله عمر und فاطمه. السؤال هنا هو يعني ايه und؟ واحد يقول لي زي اند اللي هي ايه؟ انت شاطر وربنا ركز معايا. عمر und فاطمه، انت او عمر وفاطمه واحد ولا اتنين؟ اتنين. طيب ممكن نعرف معلومه جديده، اكتر من واحد جمع. طب ما زي الفل، اكتر من واحد جمع يعني اعوض عنهم بايه؟ بهما. طيب انا هعوض عنهم بايه؟ بهما. هم دي ايه؟ جمع. طب هو فين الضمير اللي معناه هم او هن للجمع؟ اسمه ايه؟ قول. اسمه زي. ايه ده؟ يعني انا هنا هستخدم زي؟ طب ما انا هنا استخدمت زي. مش من شويه قلت لك انت هتسالني ازاي افرق بين زي مؤنث وزي جمع؟ التفرقه يا جماعه مش في الشكل واحد، التفرقه في المعنى. امتى استخدم زي مؤنث وامتى استخدم زي جمع، والاثنين كده بيكونوا نفس الشكل. اتفقنا. يبقى انت دلوقتي لو جالك مذكر تعرف تعوض عنه اير، لو جالك مؤنث تعرف تعوض عنها زي، لو جالك جمع تعرف تعوض. يعني ايه جمع يا جماعه؟ يعني اكتر من واحد. 2 وانت طالع بنعاملهم معامله جمع، والجمع هم او هن يعني زي. طيب ممكن اسالك سؤال حلو؟
طيب تعرف تستخدم الشكل اللي انا هقوله ده؟ جيت في جمله انا بختبرك يالا، بختبرك يا بت، ركزوا معايا. جيت بقول ايه؟ عمر und ich. دي عايزه واحد ايه؟ فاهم. لا هي مش محتاجه واحد فاهم والله، هي محتاجه بني ادم يعني، هي محتاجه بني ادم. دي يا جماعه انا بسميها معادله، كانها معادله يعني، وعايزين المعادله دي نتيجه. طيب بص كده، لو جيت في جمله بقول عمر وانا، عمر وانا، النتيجه هتكون ايه بالعربي؟ عمر وانا، او انا وعمر، النتيجه احنا الاثنين. اي حد وانا احنا، عمر وانا يعني احنا، عمر وانا احنا. طب انا وعمر احنا، يبقى اي اسم هيقابلني، ها يلا معايا كده، اي ايه؟ اي اسم هيقابلني ومعاه اند يعني ومعاه ايش يعني انا، اي اسم وايش النتيجه هتكون نحن. طب ما انت شاطر اهو. طب تعرف تقول لي ضمير نحن هو انهي واحد؟ هتقول لي مش ده اللي كان جاي في الاخر؟ اللي هو كان اسمه فير. ايوه يا ابني هو. يبقى انا امتى استخدم فير؟ لو جالي اسم معاه ايش، اي حد وانا، سواء كان بقى مذكر مؤنث جن ازرق ايا كان، اي حد وانا النتيجه نحن. طب نحن يعني ايه؟ فير. طب ممكن اختبرك اختبار تاني؟ اصل انت مش شكلك مستواك عالي قوي والله العظيم، فشكلك فاهم. بص انا هكتب عمر تاني، كتبت عمر، بس بدل ما اكتب اوند ايش، طبعا اوند يعني هكتب اوند دو. اوبا. تعرف تحل المعادله دي يا صديقي؟ لا 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 يا عم، ده لعبتك والله العظيم، لعبتك. ده من اول محاضره انت ما شاء الله مستواك فوق فوق يعني. هو يا جماعه يعني ايه عمر اوند دو؟ عمر ده اسم، ما شاء الله عليك. طيب يعني ايه دو؟ يعني انت او انت. طيب يعني انت قصدك ان هنا كاني بقول عمر وانت. عارف لما اجي اكلم حد اقول له ايه؟ عمر وانت، هتلاقيه بيقول لي احنا. لا بص فهمني، عمر وانت، عمر وانت انا قصدي ايه؟ انا بتكلم دلوقتي بقول ايه؟ تعالى كده انت شايفني صح؟ ده عمر، عمر اهو ده عمر اهو، عمر ماشي، وده انت. انا بتكلم بقول ايه؟ عمر وانت، انا قصدي انتم، انا قصدي انتم. على عكس لما اجي اقول عمر وانا، انا قصدي نحن. هو انت الكلام ده صعب عليك؟ لا، ده الكلام ده بالنسبه لك لعب عيال. يبقى انا هفهم حاجه، لو جالي اسم شخص مش شرط عمر بقى، اي حد بس معاه ايش يعني ايه؟ انا بعوض عنه بنحن، ونحن يعني فير. لو جالي اسم شخص بس معاه دو يعني ايه؟ انت او انت، بعوض عنهم بانتم، وانتم يعني اير. يبقى امتى اعوض بنحن؟ لو اسمي معاه امتى اعوض بانتم؟ لو اسمي معاه دو. زي الفل. دلوقتي انت بتعرف تعوض عن المذكر لوحده، والمؤنث لوحده، والجمع، وكمان تعرف تعوض عن التركيبه اللي هي اسم وانا او اسم وانت. دي نحن ودي انتم. ممكن بقى ازود عليك حاجه تاني، تمام؟ حاجه تاني كده واشوف مستواك وصل معانا لحد فين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى على النبي. بص يا عم، خدها قاعده كده معايا، خدها قاعده. لو قابلني في اي جمله اسم بلد، اسم ايه؟ بلد. اسم بلد قصدي مدينه، وغالبا دوله. تمام؟ لو قابلني اسم بلد، مدينه او دوله. طيب ده اختبار حلو اهو، ده اختبار حلو. مثلا بقول لك ايه؟ برلين. هي برلين دي يا جماعه ده عاصمه المانيا. طيب دي مدينه ولا مش مدينه؟ ده مدينه زي الفل. طيب اعمل ايه؟ بص في سؤال هيقابلنا ان شاء الله في، ممكن في امتحان الشهر او في الاسئله اللي انا هجيبها لك. هجيب لك اسم مدينه، هجيب لك اسم مدينه، كايرو، برلين، باريس، لندن، كل دي مدن. تمام؟ هجيب لك اسم مدينه واقول لك عوض عنها بضمير. اسمعني بقى، اي اسم بلد سواء كان مدينه او دوله هعامله معامله محايد. فاكر من شويه لما قلت لك المحايد يعني ايه؟ يعني يعني انت قصدك انت من شويه قلت لي ان بتاعت محايد ليها استخدامات، هو ده استخدامها جدع. يبقى لو قابلني اسم مدينة أو اسم دولة أعملها معاملة محايد، ومحايد يعني هعوض طيب جيت قلت لك عوض عن أليكس اسكندرية طب عوض عن باريس طيب عوض عن مصر دولة طب عوض عن ألمانيا طب ما الدنيا بسيطة. يبقى أي مدينة هتقابلني أو دولة هتقابلني أعوض عنهم، أعملهم كأنهم محايد، ومحايد يعني عندي هنا ملحوظة، عندي هنا ملحوظة. الملحوظة دي لو انت طالب شاطر يبقى انت وفرت عليا كلام كتير. انا قلت لك لو قابلك ايه؟ مدينة او دولة، بس كلامي كان واضح يا جماعة. قلت ايه؟ مدينة
يعني مدينه ايه؟ واحده. مدينه ايه؟ واحده. او دوله ايه؟ دوله واحده. طيب يعني المدينه لو واحده بس اعملها معامله محايد واعوض عنها باس. طب لو دوله واحده بس اعملها معامله محايد واعوض عنها باس، عشان اس بتيجي مع مفرد يعني لازم تيجي مع حاجه واحده. طب افرض جالي في الجمله قال لي كده، قال لي مثلا ايجيبتن، ايجيبتن اللي هي مصر، und دويتش ها احفظ معايا دويتشلاند، دويتشلاند اللي هي المانيا. السؤال بسيط هنا يا جماعه، ايجيبتن und دويتشلاند اللي هي ايه؟ المانيا. مصر والمانيا دوله ولا اتنين؟ اتنين. طب احنا مش لسه من شويه قايلين ان لو الحاجه اكتر من واحد تبقى جمع؟ في الحاله دي اعمل ايه؟ لو انت فاهم هتقول لي طب ما سهله، لو كانت مصر لوحدها كنت هقول محايد اس، المانيا لوحدها دويتشلاند كنت هقول محايد اس، انما جالي مصر والمانيا هعملهم معامله جمع، والجمع في الالماني يعني هم، وهم ديت يعني ايه؟ هم يعني زي، هم يعني زي. جبتها منين؟ اهي انت اللي عارفها ان زي بتاعت ايه؟ جمع. واحد يقول لي ايه هي؟ مش دي للجمع بتاع الاشخاص؟ لا دي الجمع اي حاجه، اشخاص، جماد، حيوان، كلاب، جماد، اي حاجه، اي حاجه اكتر من واحد جمع بنديها زي على طول، بنديها ايه؟ زي بتاعت الجمع. تاني، لو قابلني مدينه واحده او دوله واحده اعملها معامله محايد، محايد يعني اس، قابلني مدينتين او قابلني دولتين، قابلني مدينتين او قابلني دولتين اعملهم معامله الجمع، اعملهم معامله الجمع، والجمع يعني هم، وهم يعني زي، هم يعني زي. صلى على النبي. لحد الان محاضرتنا مش كبيره، والله مش كبيره بالنسبه للمواد التانية اللي انت بتروحها وبتتفرج عليها اونلاين، محاضرات ساعات بتخش في الساعتين واكتر. محاضرتنا مش كبيره خالص، محاضرتنا لذيذه وخفيفه. لحد الان اعتبر كل الحاجات ديت هي معلومات عامه. وعلى فكره كل الكلام اللي انا قلته ده انت المفروض عارفه لوحدك. يمكن الحاجه الوحيده الجديده ان لو جالي اسم مدينه او دوله، اسم بلد، بعوض عنه باس، دي الجديده. انما المذكر انت فاهم يعني ايه مذكر، ومؤنث يعني ايه مؤنث، وجمع يعني ايه جمع، والموضوع بسيط. حتى لما قلت لك اسم وانا، بديهيه في الحياه بتاعتنا، جيت بقول عمر وانا احنا. طيب عمر وانت انتم، بس عمر وانا احنا، عمر وانت انتم. طيب وجيت ضفت عليك ان لو قابلني مدينه او دوله بس واحده يبقى اس، عشان اس بتيجي مع مفرد محايد. انما لو جم مدينتين او دولتين اعملهم معامله الجمع، والجمع يعني زي. عندي بقى لعبه، عندي لعبه بسم الله هلعبها معاك، واللعبه دي مستواها عالي الصراحه. اقول لكم على حاجه قبل ما اقولها، والله يعني اللعبه دي انا حاسس ان انا داخل سخن قوي عليك، وحاسسك هتتضايق من اول محاضره، بس ممكن تمشي معايا واحده واحده، تمشي مع دماغي. هتلاقي نفسك كمان 3 4 محاضرات انت اصلا مش محتاج تتكلم مع اي حد، هتخش اي مدرسه، اي مكان انت فيه بتاخد الماني معايا، هتحس ان انت الناس ديت عاديه جدا وانت توب. اقسم بالله اسمع بس كلامي. بص يا عم، انا هشتغل معاك بشكل جديد. وعلى فكره اللي عايز اقوله لك ان الكلام اللي هكتبه دلوقتي ده المفروض اقوله المحاضره الجايه. واحد يقول لي ايه طب ما هتقول المحاضره الجايه؟ لا هقوله دلوقتي. طيب ليه المحاضره الجايه؟ طالما حاسك فاهم، طالما انا كده حاسس، انت مش قدامي دلوقتي بس انا حاسك فاهم، وحاسك مبسوط، وحاسك شايف حاجه جديده قدامك، فبالتالي عايز اعرض عليك شكل جديد. وانا قلت لك في البدايه احنا بنختبرك، بنجرب معاك، اعتبرها تجربه، اعتبرها تجربه. بص انا هعمل حاجه كده جديده شويه، وعايزين نشوف هنوصل النتيجه بتاعتها لايه. يعني بص، فاكر العمر اللي كتبناه من شويه؟ انا هكتبه تاني، انا بختبرك ها، هكتبه تاني. فاكر فاطمه؟ هكتبها تاني. طيب وهشد خط كده، تمام، وهاجي جنبه هنا وهكتب ايه؟ عمر برضو. قال لا عمر تاني، وهكتب فاطمه تاني. طيب بس في حاجه هتحصل هنا، هعمل جنب عمر كوما، وهعمل جنب فاطمه كوما، وهطلب منك بسم الله كده تركز معايا. طيب بص يا عم، انا عايز دلوقتي اجرب معاك حاجه جديده كده. احنا كمان شويه هنجرب نحل مع بعض كام جمله كده، ونشوف انت هتوصل معايا لايه. كمان شويه باذن الله هيقابلني جمل، والجمل دي فيها اسماء، اسماء اشخاص، عايزين احنا نعوض عنها بضمير. فانت متعود ان لو جالي مذكر هو اير، ولو جالي مؤنث هي زي، ودي انت حفظتها. طيب ايه فكره بقى، ايه حوار اسم عمر وعمر مره من غير كوما ومره بكوما؟ طيب انا عايز اقول ملحوظه هنا، عايز اقول ملحوظه. بص، اي اسم يا جماعه، اي اسم هيقابلنا باذن الله، اي اسم هيقابلنا لقيت جنبه كوما، لقيت جنبه كوما، ده احنا بنسميه عندنا اسم ايه؟ مخاطب.
اسم ايه؟ مخاطب. بالبلدي اكلمك بالبلدي كأن الشخص ده موجود، كأنه قدامي، كأني بكلمه، كأني بقول له يا عمر. تاني بص كام حاجة. لو لقيت اسم جنبه كوما، لقيت اسم جنبه كوما، الاسم ده بيكون اسم ايه؟ اسم مخاطب. يعني الشخص كأنه موجود، يعني كأنه قدامي، يعني كأني بتكلم معاه، كأنه قدامي بقول له يا عمر يا عمر. السؤال هنا يا جماعة، ايه الفرق بين الاسم اللي جنبه كوما والاسم اللي مفيش جنبه كوما؟ الاسم اللي مفيش جنبه كوما ده احنا بنسميه اسم غائب، يعني الشخص ده مش موجود. طيب ممكن نوضح الموضوع ده بضمير؟ هقول لك يعني ايه. صلي على النبي. جيت دلوقتي بقول للطالب بتاعي الجميل الشاطر المحترم اللي مفيش منه اتنين باذن الله يعني، قلت له انت فهمت ايه من كلامي؟ قال لي يعني لو جالي اسم عمر مثلا جنبه كوما، كأني بالظبط كده بتكلم مع عمر. طيب بتكلم مع عمر يعني ايه؟ يعني عمر اهو وانا اهو وبقول له ايه؟ يا عمر يا عمر. يعني كأني بقول له ايه في الضمائر؟ عمر قدامي بتكلم معاه وهو قدامي، استخدم معاه ضمير هو ولا استخدم معاه ضمير انت؟ طالما قدامي استخدم معاه ضمير انت. ليه؟ عشان الكوما وصلتني ان الشخص ده مخاطب، كانه موجود، كانه قدامي، كاني بكلمه. فبدل طالما قدامي ينفع دلوقتي عمر يكون قدامي اقول له هو ولا اقول له انت؟ هقول له انت. يبقى خدها قاعده، اي اسم جنبه كوما بنعامله كانه اسم مخاطب، اسم مخاطب. وطالما الاسم ده مفرد هنعوض عنه بانت. وانت عندنا في الالماني يعني دو، يعني دو. اسم جنبه كوما ده اسم مخاطب، كاني بقول له يا عمر يا عمر. انت عملت الواجب يا عمر، انت رحت المدرسه يا عمر، انت كذا كذا كذا. يبقى الكومه دي يا اما مخاطب يا اما معناها يا اما بتعبر ان الشخص موجود، يا اما الشخص قدامي، يا اما بكلمه. انت عرفت ان في حد بيتكلمه والحد دوت مخاطب، والمخاطب دوت عرفت منين ان هو كومه، وكمان عرفت ان هو ايه؟ مذكر. طيب لما يكون شخص مذكر مخاطب اقول له ايه؟ انت. انت يعني ايه؟ دو. طيب ما تيجي نقارن دي بدي. عمر هنا في كوما ولا مفيش؟ مفيش. مخاطب ولا غائب؟ غائب. يعني موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. ففي الحالة دي عمر هعامله كأنه غائب، يعني مش موجود. فهقول عليه هو، وهو يعني اير. طيب هو دي الايه؟ للمذكر عشان عمر مذكر. تاني، اسم جنبه كوما ده اسم مخاطب، اسم ما فيش كوما ده اسم غائب، اسم جنبه كوما شخص موجود، اسم ما فيش كوما شخص مش موجود. والموجود بكلمه بقول له ايه؟ هقول له انت طالما هو مفرد، طالما هو ايه؟ مفرد. طيب تعال نجرب مع المؤنث. انت اللي هتجرب بقى، انت اللي هتجرب. بص، دي مين؟ فاطمه. طب ودي مين؟ فاطمة. طب ايه الفرق بينهم؟ هنا فاطمة جنبها كوما، هنا فاطمة من غير كوما. فاطمة جنبها كوما، فاطمة اسم مؤنث كده كده معروف. دلوقتي يا صديقي انت اللي هتبدأ تجرب بنفسك مع الاسم المؤنث. يعني احنا عندنا هنا اسم فاطمة وعندنا هنا اسم فاطمة. الفرق في الشكلين او الفرق في الاسمين ان فاطمة هنا جنبها كوما وفاطمة هنا مفيش كوما. احنا اتفقنا مع بعض يا شباب ان اي اسم جنبه كوما بنعامله كأنه مخاطب، بنعامله كأنه مخاطب، يعني كأن الشخص ده موجود، كأنه قدامي، كأني بتكلم معاه. فبالتالي زي ما عملنا الفكرة بتاعت عمر بكوما وعمر من غير كوما، انت اللي هتعملها دلوقتي مع فاطمة سواء كانت بكوما او من غير كوما. هتقول لي ايه؟ هتقول لي فاطمة هنا اسم جنبه كوما. اقول لك تمام، وقلنا الاسم اللي جنبه كوما بنعامله كأنه مخاطب. مش فاهم يعني ايه مخاطب يا عم؟ يعني كأن الشخص ده موجود، كأني بتكلم معاه، اعتبرها بالبلدي اي شيء. طيب انا بتكلم دلوقتي مع فاطمة، انا بتكلم فاطمه قدامي اهي وانا بتكلم معاها، هقول لها هي ولا اقول لها انت؟ هقول لها انت. يبقى فاطمه هنا هعوض عنها بضمير انت. طب ضمير انت ده عندنا في الالماني اسمه ايه؟ اسمه دو. هيطلع لي واحد يقول لي ايه؟ طب ما احنا مع عمر عوضنا بدو، ومع فاطمه اللي هي مؤنث هنعوض برضو بدو. عشان احنا درسنا مع بعض يا شباب ان ضمير دو معناه انت او انتي، معناه انت او انتي. طيب ما تيجي بقى نيجي للاسم اللي هو فاطمه بس ما فيش كوما. السؤال هنا، فاطمه
اسم مؤنث؟ اسم مؤنث. طيب في كوما ولا مفيش؟ مفيش كوما. طب هنعتبرها مخاطب ولا غائب؟ غائب. يعني موجودة ولا مش موجودة؟ مش موجودة. نقول لها انت ولا نقول عليها هي؟ هنقول عليها هي. يبقى فاطمة ده اسم غائب، يعني مش موجودة، هنعوض عنها بهي، وهي للمؤنث ده ضمير مشهور عندنا جدا اسمه زي. يبقى انا كنت بختبرك ازاي تعرف تفرق بين الاسم اللي جنبه كوما والاسم اللي مفيش جنبه كوما. دي كانت حالة من حالات الكوما اسمها حالة المفرد. يعني ايه حالة المفرد يا شباب؟ يعني اسم مذكر او اسم مؤنث. هنتنقل مع بعض دلوقتي، دي حالة مفرد. هنتنقل مع بعض دلوقتي على حالة الجمع. هنجرب مع بعض نقول ايه بقى؟ صلى على النبي. جيت بقول مثلا عمر und، اللي هي und مين؟ und فاطمة. طب زي الفل. وهنا هعمل ايه؟ هقول عمر نفس الشكل، بس هقول ايه؟ und فاطمه، بس في حاجه هزودها. انت اكيد عارف انا هزود ايه؟ هزود كوما. انا عايز بقى طالب محترم دلوقتي يعمل لي مقارنه بين الاثنين. طب ازاي اعمل مقارنه بين الاثنين؟ بشكل بسيط يا جماعه. عمر وفاطمه واحد ولا اتنين؟ اتنين. مفرد ولا جمع؟ جمع. طيب انا دلوقتي عندي الجمع، يا اما هعتبره جمع مخاطب يا اما هعتبره جمع غائب. طب انا جبت كلمه مخاطب وغائب منين؟ بص يا عم صلى على النبي. احنا قلنا هي اللعبه كلها في علامه، العلامه دي اسمها كوما. انا عندي عمر وفاطمه اتنين، هنعملهم معامله الجمع، بس عندي كوما. يعني كاني بقول يا عمر يا فاطمه، ندهت عليهم كانه عمر وفاطمه هما اللي قدامي دلوقتي. لما اجي اتكلم مع عمر وفاطمه اتكلم معاهم هما الاثنين وفي كوما، اقول لهم انتم ولا اقول لهم هم؟ هتقول لي سهله، مش هم قدامك؟ وفي كوما يعني هم مخاطب. هتقول لهم انتم. طب ضمير انتم ده عندنا في الالماني اسمه انتم، يعني اير. انتم يعني اير. انتم يعني اير. انتم يعني اير. لو جينا بصينا بقى الشكل ده بعد ما كان فيه كوما وعوضنا عنهم بانتم وقلنا عليهم اير عشان هم في حاله مخاطب او هم موجودين، هنعمل المقارنه هنا. عمر وفاطمه هم برضو جمع، بس عندي مفيش كوما. يعني معانا ولا مش معانا؟ مش معانا. موجودين ولا مش موجودين؟ مش موجودين. مخاطب ولا غائب؟ غائب. فعمر وفاطمه مش معانا دلوقتي، نقول لهم انتم ولا نقول عليهم هم؟ طب هم يعني ايه يا شباب؟ هم يعني زي. هم يعني زي اللي كنا بنستخدمها في حاله ايه؟ في حاله الجمع. يبقى دلوقتي الكوما ليها حاجتين، حاله اسمها حاله مفرد وحالة اسمها حالة جمع. طب أنا دلوقتي لو عندي مفرد هقول أنت أو أنتي سواء كان مذكر أو أنثى، لو عندي جمع هقول أنتم. طب لو عندي تعبير جديد، حالة جديدة، افهمها بقى عشان دي أهم حالة الناس بتقع فيها في الامتحان. إيه الحالة دي؟ احفظ معايا كام كلمة اللي هكتبهم دول. أنا هكتب لك هنا كلمة بسم الله اسمها هير، وكلمة تانية اسمها فراو. تاني كده هير وكلمة فراو. كلمة هير يا جماعة زي كلمة مستر كده، الأستاذ أو السيد كذا. وكلمة فراو زي كلمة مس، يعني الأستاذة أو السيدة. فكلمة هير مثلا هقول هير عمر، وهقول فراو فاطمة. طب زي الفل. وهكتب نفس الكلام الناحية التانية، هقول إيه؟ هقول هير عمر، بس هعمل إيه؟ هعمل كوما، وهقول فراو فاطمة، وهعمل ايه؟ وهعمل كوما. وعايز حد محترم يعمل المقارنه دي سهله. بص صلي على النبي. اول حاجه احنا اتفقنا مع بعض ان كلمه هير وكلمه فراو هما كلمتين ليهم معنى مهم جدا. كلمه هير يعني الاستاذ او السيد، وكلمه فراو يعني الاستاذه او السيده. طيب هنا هير عمر، الاستاذ عمر، السيد عمر، جنبه ايه؟ جنبه كوما. يعني الأستاذ عمر أو السيد عمر موجود معانا ولا مش موجود؟ موجود. مخاطب ولا غائب؟ مخاطب. طب هو الراجل ده أستاذ محترم أهو، السيد عمر، الأستاذ عمر، وكمان جنبه كوما يعني موجود. واجب عليا أعمل إيه؟ واجب عليا أحترمه، فهقول له حضرتك. تاني، لو جالي كلمة اسمها هير، لو جالي كلمة اسمها هير والاسم جنبه كوما، دي اسمها حالة احترام. حالة احترام ليه؟ عشان أنا عندي أستاذ
وجنبه كوما يعني موجود، الاستاذ وموجود قدامي كده كده هقول له ايه؟ هقول له حضرتك. نفس الموضوع بنطبقه مع كلمه فغاو. فغاو يعني الاستاذه او السيده. فغاو فاطمه، جنبها كوما ولا مفيش كوما؟ جنبها كوما. موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. فغصب عني لازم ايه؟ احترمها. يبقى خدها قاعده بقى، بص خدها قاعده. لو جالي كلمه هير او كلمه فغاو ولقيت عندي كوما، في هير في فغاو في كوما، في حاله احترام. في حالة احترام. يعني ايه احترام يا جماعة؟ يعني بنستخدم ضمير اسمه زي. طب انهي زي يا جماعة؟ زي اللي الاس بتاعتها بغوص، الاس بتاعتها كبيرة اهي، اس كبيرة. طيب يبقى انا دلوقتي لو جالي كلمة هي، كلمة فغاو، في كوما، في احترام، فهعوض هنا بحضرتك وهنا هعوض بحضرتك، الاتنين بنستخدم معاهم نفس الضمير. انما بقى هنا في كلمة ايه؟ هي، وفي كلمة ايه؟ فغاو، بس مفيش كوما. ممكن تسمعها مني بقى؟ بص، في هير، في فراو، في كوما، في احترام. في هير، في فراو، مفيش كوما، مفيش احترام. هتقول لي يعني ايه مفيش احترام؟ يعني الاستاذ مش هحترمه؟ لا، افهمني هقولها لك ازاي. بص، هير عمر لما كان جنبه كوما كان معانا كانه موجود، فطبيعي طالما الاستاذ موجود او السيد موجود بحترمه فبقول له حضرتك. نفس الموضوع مع كلمه فغاو، موجوده في كوما يعني احترمها. انما لو جيت قلت لك مفيش كوما، احنا بنعامل الشخص كانه غائب، يعني كانه مش موجود. يعني الاستاذ عمر معانا ولا مش معانا؟ مش معانا. احنا ما عندناش ضمير في الالماني يا شباب اسمه حضرته او حضرتها، احنا عندنا ضمير تاني اسمه هو وهي. عشان كده انا لعبت معاك لعبه، قلت لك ايه؟ في هير، في فراو، في كوما، في احترام، بعوض بزي جروس. انما في هير، في فراو، مفيش كوما، مفيش احترام. هتقول لي يعني ايه مفيش احترام؟ يعني هير عمر ده اعتبره كانه عمر. لو هو زي ده يعني اعوض عنه كانه ايه؟ هو. طب هو يعني ايه؟ اير. طيب في غاو فاطمه في كوما ولا مفيش؟ مفيش كوما. طيب في غاو فاطمه مفيش كوما، احترمها؟ لا، اعوض عنها كانها فاطمه بس، اللي هي كانت ايه؟ كانت مؤنث، عوضنا عنها بهي، وهي يعني زي. صلي على النبي. لو انا جيت سالت اي طالب دلوقتي الكوما ليها كام حاله؟ ليها 3. مره مع المفرد، مرة مع الجمع، مرة مع كلمة هير وفراو اللي بنقول عليها حالة الاحترام. لو جالي اسم مفرد زي عمر وفاطمة وفي كوما بنقول دو. دو يعني أنت وأنت. جالي جمع وفي كوما بقول إير. إير يعني أنتم. جالي كلمة هير وفراو وفي كوما بستخدم حالة اسمها حالة احترام، والاحترام ليه شروط. الشروط إيه؟ الشرط الأول هير أو فراو، الشرط الثاني يكون فيه كوما. في الحاله دي اقول له حضرتك او اقول لها حضرتك. انما بقى لو جالي عمر وفاطمه بس مفيش كوما، مخاطب ولا غائب؟ غائب. فهقول له عمر هو، وهو يعني ايه، وهقول لفاطمه هي، وفاطمه هي يعني زي. طيب نفس الموضوع، جالي عمر وفاطمه، واحد ولا اتنين؟ اتنين. في كوما ولا مفيش؟ مفيش، يعني مش معانا. عمر وفاطمه اعوض عنهم بايه؟ هما. طب ضمير هما اللي احنا حفظناه من شويه اسمه ايه؟ اسمه زي. طيب عندي كلمه هي وكلمة فراو ومفيش كوما، يعني مفيش احترام. هتقول لي يعني ايه مفيش احترام؟ يعني هير عمر هعوض عنه بهو كأنه عمر، فهقول ايه؟ اير. وفراو فاطمة هعوض عنها بهي كأنها ايه؟ كأنها زي اللي معناها هي بتاعت المؤنث. بكده احنا قدرنا نشرح كل بيرسونال برونومن يعني الضمائر الشخصية، وكمان قدرنا نعوض عن الاسماء اللي ممكن تقابلنا في اي وقت في الجملة. ناقصنا حاجة واحدة بس، نطبق على الكلام ده كله بشوية جمل. صلي على النبي كده وركز معايا، وتعالى نحل مع بعض شويه جمل نشوف هنوصل مع بعض لايه. ومحاضرتنا هتبقى انتهت وهناخد عليها واجب بسيط، وكمان هننزل لك فيديو حل الواجب. يلا بينا دلوقتي يا صديقي هنجرب نحل مع بعض شويه اسئله على التعويض. يعني ايه تعويض؟ بص، اول جمله انا هعمل فيها ايه وانت هتحل معايا باقي الجمل. الجمله الاولى انا بقول لك منار ist Schülerin. منار تلميذة. نقط kommt aus أليكس، هي من اسكندرية. سيبك من المعاني دي دلوقتي، لما نحفظ كلمات انت هتعرفها. انا عايزك كل جملة تقابلنا دور فيها على الاسم اللي موجود، والاسم اللي موجود ده احنا هنعوض عنه بضمير. يعني مثلا الاسم اللي هنا مين؟ منار. منار ده اسم ايه؟ مؤنث. طب اسم المؤنث دوت بعوض عنه بايه؟ بعوض عنه بهي. طب هي يعني ايه؟ يعني زي. طب فين ضمير زي هنا؟ ادي زي. طيب السؤال ممكن حد يسألني من الطلبة دلوقتي يقول لي ايه؟ هي مش منار زي هي مؤنث، الاس بتاعتها صغيره، سمول كلاين، كلاين يعني صغيره.
طيب هي ليه هنا الاس كبيره؟ هقول لكم يا جماعه عشان المفروض النقطه دي تكون هي اخر الجمله، ودي جمله جديده، ومن واحنا صغيرين في ابتدائي لما كنا بناخد الانجليش كانوا بيقولوا لنا ايه؟ لما تيجي تبدا اي جمله ابداها بحرف كابيتال. فعندنا هنقول لك ايه في الالماني؟ لما تيجي تبدا اي جمله ابداها بحرف جروس، يعني اي حرف كلاين سمول هنيجي نحطه في اول الجمله هنخليه جروس كابيتال. اتفقنا؟ يعني هنا الاس كبيره مش عشان هي احترام، لا هنا الاس كبيره عشان خاطر منار بنعوض عنها بهي. طيب السؤال الثاني ده سؤال جميل قوي، بيقول لك ايه؟ فو فونت اير، وعامل لك علامه استفهام. كلنا عارفين ان علامه الاستفهام بتعبر ان هنا في سؤال وهنا في اجابه. طيب بالعقل كده يا جماعه، مش احنا حفظنا الضمائر مع بعض؟ يعني ايه اير؟ اير يعني انتم. تعالى بالعقل كده، لو انا جيت في سؤال قلت لكم انتم، في الاجابه هتقول لي نحن، يبقى اير في السؤال، في الاجابه هتبقى نحن. طب نحن يعني ايه؟ يعني فير، يبقى انتم نحن. طب بالعقل كده اسالك سؤال تاني، لو قلت لك انت هتقول لي ايه؟ انا. قلت لك انت هتقول لي انا. طب لو قلت لك حضرتك هتقول لي انا. ده معناه ايه؟ معناه ان في تحويلات بتحصل من السؤال للاجابه. ازاي؟ حسب الضمير اللي موجود. انتم التحويله بتاعتها نحن، يبقى اير هتبقى فير. طيب السؤال رقم 3، في حاجه انت واخد بالك منها؟ هير احمد، وفي ايه؟ في كوما. واتفقنا مع بعض ان لو جالي كلمه هير او كلمه فراو وفي كوما يعني في احترام، والاحترام يعني بنستخدم زي ايه؟ زي جروس. ادينا استخدمنا زي جروس. نيجي على السؤال رقم 4، هنلاحظ عكس اللي فوقيه، بيقول لك فوهن فليكت هير احمد. هتلاحظ ان انا ما بلعبش على الترجمه دلوقتي، انا عايزك بس تفهم الجزئيه اللي انا شرحتها. كمان شويه هناخد كلمات هنعرف نترجم. بص بقى، هنا هير احمد كان جنبه كوما، هنا هير احمد مفيش كوما. قلنا هير احمد لما كان جنبه كوما بنعوض عنه باحترام فقلنا عليه حضرتك، انما هير احمد مفيش كوما مفيش احترام فهنقول عليه هو. طب هو يعني ايه؟ يعني اير. فخد بالك من حوار الكوما ده لسه شارحينه طازه. طيب السؤال اللي جاي تعرف تحله لوحدك؟ في هايست دو، هي دو يعني ايه؟ انت. ودي علامه ايه؟ علامه استفهام. هو انا في السؤال لو قلت لك انت في الاجابه هتقول لي ايه؟ انا. هتلاحظ ان انا المفروض اختار ايش. كان في غلطه في الاجابه معلش، ان احنا المفروض نكتب مكان الاختيار ده نخليه ايه؟ نخليه ايش. عدلها عندك لو سمحت. يبقى انا هنا لو جالي في السؤال قال لي انت، في الاجابه هقول له انا، يبقى الدو تتحول ايش، الدو تتحول ايش، الدو تتحول ايش. طيب سؤال رقم 6، تعرف تاخد بالك كده من حاجه؟ فو فونن، فو دي هناخدها قدام معناها اين، فونن يعني يسكن. سلمى اوندي منال. سؤال بقى، سلمى ومنال واحد ولا اتنين؟ اتنين. مفرد ولا جمع؟ جمع. اقول لهم بقى انتم مخاطب ولا هم غائب؟ هتقول لي حسب. هم جنبهم كوما؟ لا، يبقى مش موجودين. فنقول سلمى ومنال هم، وهم ده ضمير مشهور جدا بتاع جمع في الالماني. قلت لك اسمه ايه؟ ضمير الجمع عندنا اتكلمنا عنه من شويه، قلنا ضمير الجمع بنقول عليه ايه؟ زي. زي بتاعت ايه؟ بتاعت الجمع. طيب يبقى انا دلوقتي سلمى ومنال اقول عليهم هم، هم يعني زي، فهختار زي. طيب بعد ما اخترت زي لاحظت ان الاس ايه؟ جروس كابيتال. ليه الاس كبيره؟ عشان جايه في اول الجمله. سؤال رقم 7، سؤال رقم 7 ده يا جماعه دايما دايما دايما، حتى لما جينا حليناه مع الطلبه في السنتر قلت لهم يا جماعه اللي هيحل السؤال ده هياخد 100 جنيه. تمام؟ طيب احنا دلوقتي اللي هيحل السؤال ده هنديله جايزه حلوه وهيفهموا معانا. يلا ركز معايا بقى. بص بيقول لك ايه؟ فوهير كومت ايمان اوند دو. هتلاحظ معايا هنا، ركز معايا في الحته دي بس، الحته دي ايمان اوند دو بتفكرك بايه؟ بتفكرك بان انا لما شرحت لك وقلت لك ايه؟ بسم الله. قلت لك لما يجي لك اسم ومعاه مين؟ دو. لما يجي لك اسم ومعاه دو اي حد وانت النتيجه ايه؟ انتم. وانتم يعني ايه؟ يعني اير. المشكله اللي هتحصل هنا يبقى ان هلاقي الطلبه بيقول لي خلاص سهله، ايمان وانتي او ايمان وانت يعني انتم، وانتم يعني اير. يروح باصص في الاختيارات يقول لي مفيش اير، ده الاجابه فيه غلطه برضو. اقول له لا يا جماعه، ايمان وانتي انتم. فعوضت انا باير، انا عوضت في دماغي او بايدي كده باير. فين؟ في السؤال. هو طالب مني اجاوب فين؟ في الاجابه. فانا هعتبر دي كانها انتم.
يبقى انتم في الاجابه بنخليها ايه؟ بنخليها نحن. فيحفظ الحته دي. بتفكرك بأنهي سؤال؟ بالسؤال رقم 2 لما كان جالك انتم قلت لي نحن، بس انا جبتها هنا في السؤال رقم 7 بشكل غير مباشر بحيث اشوفك فاهم ولا لا. بقول لك ايه؟ ايمان وانتي هتعوض عنها بانتم. احنا كده لسه في السؤال. طب انتم دي في الاجابه تبقى ايه؟ تبقى نحن. طب نحن يعني ايه؟ يعني فير. سؤال رقم 8 سهل جدا، بيقول لك فوير كومت سامي؟ من اين ياتي سامي؟ هو سامي منين؟ قلت له ايه؟ كومت اوس الكسندريا، هو من اسكندريه. هو سامي هو يعني مذكر، مذكر اير. تمام. السؤال اللي جاي رقم 9 بيقول لك ايه؟ فو ليكت فرانكفورت. فرانكفورت دي يا جماعه مدينه مشهوره جدا في المانيا، واحنا اتفقنا مع بعض من شويه لو سالني على مدينه بعملها معامله المحايد، والمحايد يا جماعه يعني ضمير ايه؟ ضمير اس. سؤال رقم 10 يمكن في ناس كتير ما تعرفش تحله، بس انا هقول لك المعلومه. بيقول لك ايه؟ في هايسن دي شولغنن. كلمة شولغنن يعني ما أسماء التلميذات أو التلاميذ. أسماء التلاميذ أو التلميذات هي مؤنث، مش عارف بيقولوها إزاي. بيقولوها إزاي بالعربي؟ تلميذات. الحمد لله صح. طيب اسماء التلميذات دول ايه؟ التلميذات دول مفرد ولا جمع؟ جمع يا جماعه. فلما اجي اعوض عنهم بهم. طب هم في الالماني يعني ايه؟ يعني زي. طيب زي هختارها. طب ليه الاس كبيره؟ عشان جايه في اول الجمله. انت كده المفروض بتعرف تعوض عن اي اسم هيقابلك بضمير. صلي على النبي. في واجب بسيط هيكون عباره عن 20 جمله انت هتحلهم مع نفسك عن نفس الحوارات دي. هيجي لك اسم تحاول تعوض عنه ايه؟ تحاول تعوض عنه بضمير. هنشوف المحاضرة فرقت معاك ولا لا. وكمان يومين 3 هننزل لك فيديو حل ال 20 جملة، هنشوف الاجابات متطابقة ولا لا. كده انا خلصت معاك المحاضرة الاولى. يا رب تكون استفدت. اشوفك على خير في المحاضرة الثانية. تشوس.